احنا في عالم مليان اسرار، وانا هنا علشان نكتشفها سوا. النهاردة معايا اكبر واضخم فاكهة على سطح الكوكب بتاعنا، وزنها تقريبا يقارب وزن طفل صغير. الفاكهة دي اسمها الجاك فروت، وده مش خيال. حبة منها تقارب ما بين 20 ل 30 كيلو في الواقع، ولكن انا جبت نموذج صغير ليها نشوفه مع بعض. دخلت موسوعة جينيس كأكبر فاكهة على سطح الأرض، وكان وزنها حوالي 55 كيلو. أنا كمان انصدمت وما كنتش مصدق هي ازاي كبيرة أوي كده. في آسيا الفاكهة دي مش مجرد فاكهة عادية، لأنها بتدخل في كل أطباق الأكل بتاعهم، وكمان بتدخل في الحلويات اللي طعمها بياخدك في حتة تانية خالص. مليانة فوائد صحية وفيتامينات وألياف وكمان مضادات أكسدة. في حاجة بتخلي العالم كله بيسمي الفاكهة دي هي الفاكهة المستقبلية المستدامة من غير عناية، لأن هي بتنمو بسرعة جدا. ومش بس كده، مش بتحتاج لري كتير ولا مية. بعد اللي أنا عرفته عن الجاك فروت والفوائد بتاعتها، فكرت إن أنا أسمي القناة بتاعتي جاك تيست بدل لايف تيست. خلونا نفتح الكائن الأسطوري الفضائي الغريب ده ونشوف ايه الطعم والشكل اللي جواه. أسطورة الفاكهة وهي بتتفتح تحس ان هي صخرة حقيقي. انا بفتحها بالعافية، سامعين؟ ياه، ملبكة كده من جوه. ومش بس كده، دي بتحس ان هي فيها الياف، فيها حاجة بتخبط في السكين زي المطاط. تحس ان انا بفتح كورة كاوتش. يلا نفتح ونشوف، عشان انا متشوق كمان اشوفها معاكم. بصوا بصوا يا جماعة، الله، ايه ده؟ مش راضية تتفتح. بس ايه العظمة دي؟ ايه العظمة دي؟ شايفين؟ يا عيني ده اتصدم. ايوه كده. بس جرى. بصوا المادة البيضة اللزجة اللي انا بقولك بتلزق في السكينة وانا بفتحها، ريحتها نفاذة وباينة قوي. وطبعا بعد ما فتحناها وشفنا اللي جواها، فانتوا تشتروها جاهزة متقطعة احسن. بياكلوها النباتيين بديل للبروتين الحيواني. طعمها بتحس انه خلطة ما بين الاناناس والموز والكمثرى، لكن لازم تكون الثمرة ناضجة، لان الثمرة اللي مش ناضجة بتكون طعمها مزز ومش حلو قوي. لو جربت الجاك فروت قبل كده او نفسك تجربه بعد الفيديو ده، اكتب لنا ايه رأيك في الكومنتات. ولو اول مرة تشوفنا فاعمل لنا لايك وشير وتابعنا علشان تعيش طعم الحياة المجنون.